السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى شتا وأحلى دفا. النهاردة بقى أنا جاية أعمل معاكم العدس، جميل وكلنا بنحبه، وطبعا دي أكلة الشتا. أنا معايا هنا نص كيلو عدس غسلاه ومصفيه كويس، حطيته في حلة على النار، ومعايا حوالي جزرتين كبار و5 طماطمات مقطعاهم كده بالشكل ده، وبصلتين ومعلقة توم، وهنزل عليهم بقى بمية بتغلي كده على النار علشان أسهل عملية التسوية. هنا المية هتغطي العدس بس مش هاملة مية كتير عليه عشان تستوي مع بعضيها كده وتتهري. هنا بقى انا معايا صينية على النار، حطيت فيها حتة زبدة سيحتها، ومقطعة العيش بالشكل ده كده مربعات، وهقلب في كده كل شوية عشان ما يتحرقش طبعا مني. انا الطريقة دي عندي اسهل من الفرن، وغير كده ان الزبدة بتديله طعم كويس وبتديله طعم حلو قوي وبتغير طعمه بصراحة خالص. اثناء وانا بقلب كده العيش خلاص شرب من الزبدة كلها، ويبتدي يتحمص بقى بطريقة كويسة وبطريقة حلوة. بصوا اتحمص ازاي، هو كده خلاص. وهنا كده كان العدس خلاص استوى، هنقله في الخلاط واضربه، وبعدين بقى هفضيه بولة عشان استخدم نفس الحلة اللي انا سلقت فيها العدس، هي اللي هكمل فيها برضو. معايا بقى هنا الحلة على النار، هحط فيها حتة زبدة اسيحها وانزل عليها ببصلاية حلوة كده، هشوح البصلة بس مش اكتر. وبعد كده هضيف الشعرية، الاتنين بقى ياخدوا تحمير بعض، البصلة هتتحمر مع الشعرية عشان ما تتحرقش لو انا كنت حمرتها الاول. واول بقى ما تتحمر وتدينا اللون اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده، هنزل خلاص عليها بالعدس. العدس بقى هنا كده تقيل عشان انا لما جيت سلقته غطيت العدس بس، فهو تقل مع بعضه جامد. هيكون بقى معايا حبة مية سخنة، هحطها في شفشق الخلاط وفي البولة كده. هضيف بقى هنا المية اللي باقية في شفشق الخلاط، انا حاطاها مية بتغلي عشان ما ينفعش تبقى باردة عشان متخلوش طعمه مش حلو. بس كده. والتوابل بتاعته بقى ملح فلفل اسود كمون شطة، ومعايا واحدة مرقة دجاج اختياري، لو عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة براحتك. بعد كده معايا طاسة على النار، هحط فيها حتة زبدة ومعلقة توم صغيرة، واول ما التومة تصفر كده هنزل عليها بمعلقتين او 3 خل بس، وبعدين هقوم نازلة بيهم على العدس. لو وصلتي لحد هنا لايك حلو منك وتعليق جميل وشير كتير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ودي كانت اكلتي النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.